سمعت عن البقرة الحمراء اللي اليهود بيدوروا عليها من 2000 سنة؟ هو احنا ما وراناش غير الهيكل وبناء الهيكل والبقره الحمراء وكل شويه تقعد تقول لك البقرات الحمر دي ملهاش اي وجود عندنا لا في القرآن ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الخمس بقرات الحمر وصلوا إسرائيل، معناه إنها تحصل كارثة. هل يمكن لحيوان مجرد حيوان أن يقلب موازين القوى في الشرق الأوسط؟ البقرات الحمراء واصلين إسرائيل من زمان وبتتجهز للذبح حاليا على جبل الزيتون أمام المسجد الأقصى لبداية تحقيق حلم إسرائيل الكبرى. اليهود في اعتقادهم إنهم أنجاس وعليهم لعنة الأموات وقصة كبيرة مذكورة في التوراة. المهم إنهم مقتنعين إنهم نجساء ومش هيعرفوا يحققوا حلم إسرائيل الكبرى بتاعتهم غير لما يتطهروا من نجاسة الموت. وعشان يتطهروا من نجاسة الموت زي ما قالت التوراة، في اعتقادهم ان اخر الزمان هيظهر 5 بقرات حمراء. البقرات دي المفروض تحصل بمعجزة مش مصطنعة. هم بقى حاولوا تصنيع المعجزة بنفسهم وفضلوا يعدلوا جينيا في مختبرات على مدار سنوات لحد ما اخيرا حصلوا على 5 بقرات حمر اللون ومفيش فيهم شعراية واحدة مختلفة. البقرات دي المفروض انها تكون حرة طليقة ومتربية تربية نظيفة وبتتعامل معاملة حيوانات أليفة، ما فيهاش اي عيوب ولا حتى اشتغلت عند حد في اي مكان ولا اتجوزت ولا حملت ولا ولدت، ولازم عمرها يتم 2 باليوم عشان تتذبح. والمفروض ان البقرات اللي مجهزينهم عشان يذبحوهم ويحرقوهم وينصروا رمادهم على جموع اليهود في باحات المسجد الاقصى هتتم ال2 بين عيدين لليهود بين شهرين مارس وابريل الحاليين. والمفروض ان الخطوة اللي بعد دي هيدوا لنفسهم الحق بعد التطهير في اعتقادهم انهم يهدموا المسجد الاقصى ويبنوا مكانه الهيكل المزعوم ويبداوا طبعا في حلم اسرائيل الكبرى، واللي بالمناسبه ما عادش فيها كبرى، ايران خلتها صغرى خالص. المهم ان في روايه بتقول انهم بيحفروا انفاق تحت المسجد الاقصى من سنين، والانفاق دي هدفها هو هدم المسجد الاقصى اللي بيمتد ل7 ادوار تحت الارض وبيمتد تاريخه لالاف السنين، ويتهموا التفجير الضخم ده في ايران وحط تحت دي 100 خط. وهم بيروجوا للموضوع ده من زمان، ودلوقتي كمان لاستفزاز مشاعر المسلمين في كل مكان. وزيادة على كده قرار إعدام الأسرى كان استفزاز أكبر، والهدف منه إنهم بيشوفوا هل إعدام 10,000 أسير فلسطيني ذنبهم الوحيد انهم كانوا بيدافعوا عن ارضهم او حتى بيفكروا لان فيهم اطفال هيفرق مع العرب في شيء؟ وللاسف الشديد ناس قليله جدا اللي اتكلمت، وللاسف الاشد القرار لسه ما اتلغاش وبيعملوا عليه، وللاسف الاكبر ان في عرب بتشجعهم على اللي هم بيعملوه واللي هم فيه. وصلوا القصه لكل مكان في العالم، خلوا العالم كله ينتفض من اجل الاقصى ومن اجل ارواح 10,000 بريء قد يتم اعدامهم بدم بارد على الملأ. وعشان الفيديو ينتشر رغم انف خوارزمياتهم اعمل فولو حتى لو هتشيله تاني بعدين، ولايك وشير وكومنت بدعوات كتير ودعم لاخواتك هناك، واكيد ما تنساش تصلي على النبي.